السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأفاضل أخواتي الكريمات، أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم طريقة ديال الخدمة ديال هاد الرشيمة اللي هي كتجي خفيفة ومزيونة وكنحتاجوها بزاف في التجليبات ديال العيال الصغار، كنحتاجوها في قفيطنا ديال العيال الصغار، نحتاجوها كذلك في شي شومي زايدة نعملوها. المهم نحتاجوها في بزاف ديال الحاجات. كيف ما كتلاحظوا معايا انا كنرشم غير بستيلو، ما احتاجتش الرشمه، يعني هي رشمه سهله جدا. انا حاولت انني نخدم معكم مؤخرا هاد الرشيمات اللي كيجيو ساهلين، اللي ممكن ان حنايا نعملوهم غير بيدنا. كيف ما سبق لي شاركت معكم الرشمه اللي قبل منا، هذه كذلك يعني بغيت نوريكم انها سهله وممكن انكم ترشموها غير يعني بستيلو بلا ما تحتاجوا يعني الرشمه. ستيلو طبعا اللي كيزول بالحراره، حتى ولا خطيت يعني جات الرشمه عوجه ولا ما عجبتناش، فقط كنعملوا نسخنوا بلانشا اللي هي مصلوح، وغادي نزدوها على الرشمه وغادي يمشي ديك الرشيمه كامله ونعاودوا عاوتاني من جديد. علاش انا وريتكم الطريقه هذه؟ لان بزاف د المرات كنحتاجوا الرشمه، ما كنجبروش يعني كنكونوا مزروبين، ما كنجبروش كيفاش نعملوا باش نخرجوها، ولا نمشيو حتى للمكتبه ونخرجوها، ولا ما كتكونش عندنا متاحه الرشمه. فقط شفنا الصويره عجبتنا نقدروا نطبقوها فوق الثوب بكل سهوله، خصوصا الرشيمات بحال هيدا اللي كيكونوا ساهلين. دغيا دغيا تنزلوهم، يعني دغيا دغيا تعدلوهم نتوما بيدكم. كيف ما كتلاحظوا انا كنخدم بديت كنخدمها بجوهر المهرس، يعني اللي كيجي هيدا يعني ماشي حدا مع بعضو، وطريقة سهلة. أنا حاولت أنني نسرع الفيديو باش يعني نسرع نخليه شوية خفيف باش يعني ما يجيش شوية طويل عليكم الفيديو. وكذلك حاولت أنني نعمل لكم جميع التفاصيل، يعني أي حاجة خدمتها حاولت أنني نشاركها معكم باش تشوفوا الخدمة، يعني طريقة خطوة بخطوة تقدروا تنفذوها. نتمنى نكون يعني قدرت أنني نعمل لكم شي حاجة المهم تستافدوا منها، كما كنقول لكم دائما ولو غير شوية ديال الاستفادة. هذا هو المراد ديالي. هانتوما كتلاحظوا انا كنعمل ما عملتهاش بلون واحد، عملتها باللوينات على شكل، يعني حاولت نتخيل على شكل الفستان ديال البنيته الصغيره، وخدمتها على هذا الاساس. خديمه سهله غير بالجوهر هكذا ديال المهرس، وزينتها بشويه ديال الحجيرات. والطريقه ديال الخدمه يعني نفس الطريقه، غير ديك بالنسبه لليدين. كيف ما كتلاحظوا هادو اليدين ديال البنيته زعما فقط ما خدمتهمش بجوهر، يعني كيف ما خدمت جهه فوقانيه باش ما يجيوش شغلاطين. هذا هو يعني الحاجه اللي هي مبدله. وكذلك خدمت ديك العريشات ديال البوكي د الورد بنفس الطريقه هذه، اللي هي كتجي طريقه ديال الحجيرات ماشيين في الطول، يعني على شكل طولي، ماشي موجين فوق بعضهم. وصافي نتمنى انا نخليكم مع تتمه الفيديو، ونتمنى يعجبكم، ونتمنىكم الا كان شي تساؤل او شي طلب شي حاجه اخرى خليهم لي في التعاليق كيف العاده. شكرا لكم بزاف، وشكرا على التعاليق الحلوه ديالكم اللي كتخليوها لي، شكرا على الدعوات المزيونه ديالكم، ونشوفكم فيديو قادم باذن الله. نخليكم مع تتمه الفيديو.